اوكي يا اخوان، بعيدا عن المشاعر والعواطف، خلونا لا نكذب على بعض، الناس ذولي هاكرز. عالم فري فاير الجميل كثر ما هو عالم حلو ورائع وغير من حياة الكثير، يبقى رغم ذلك عالم فيه جانب مظلم، جانب يستغلونه الناس اللي ما عندهم اي مبادئ. في ناس حرفيا كل اللي يهمها في هذه الحياة هي الشهرة والاموال والطمع، ما يهمهم اذا وصلوا لهذا النجاح عن طريق الغش او لا. في ناس تسعب وتتدرب وتسوي لقطات جلد حلوة وتسوي منها فيديوهات، وفي ناس في المقابل تدفع الهاكر وتشتري في يوم وليلة بحجة انه لاعب قوي او من عالم اخر او اي من تلك المسميات. وفيديو اليوم راح اجيب لكم 6 اشخاص مشكوك بيهم، وراح نقعد مع بعض نفصل هل هذا الشخص طبيعي ولا غير طبيعي. والشخص الاخير بهذا الفيديو راح يصدمكم الكلام اللي راح اقوله عنه، لانه شخص كلكم تعرفونه وكلكم تحبونه. لذلك جهز نفسك يا عزيزي، جلسة تقييم ممتعة، وكالعادة نقول يلا ليتس جو. يتصدر رأس قائمتنا لاعب يسمى H4K، لاعب مو الكل ممكن يعرفه لكنه مشهور نسبيا، لعب ضد كثير من اليوتيوبرز زي مورو وتراي هارد، واستحق شهرة واسعة خلال مدة زمنية قياسية من خلال لعبه المجنون. لاعب اختلفت عنها التساؤلات والناس انقسمت القسمين، في بعضهم يقول لك هذا هاكر، وفي بعضه يقول لك لا يا حبيبي مو اي لاعب قوي تسميه هاكر. خلونا ناخذ بعض اللقطات اللي انا جمعتها خصيصا من لقطاته عشان توضح لنا فعلا ان كان هذا اللاعب هاكر او لا. شوفوا معي هاي اللقطة. دخل ضد 6 اشخاص ولعب ضدهم لعب قوي جدا. الحين بيجيني واحد يقول لي انه يا مهدي هذا لاعب طبيعي، وطبعا بيكون دليله انه جاب بعض اللقطات اصفر، وهذا كلام صحيح انه فيه لقطة جابها اصفر، لكن هل اي لاعب يجيب اصفر معناها انه الشخص طبيعي؟ الشيء اللي ما تعرفه يا عزيزي المشاهد انه فيه الكثير من الانبوت اللي يكون مبداها كالتالي، انه نعطيك 90% هيتشوت، ولو هذه اللقطة ما كانت واضحة لك جدا وما اكدت لك ان هذا الشخص هاكر او لا، تعال معي نشوف هذه اللقطة. ولو للحين مو مقتنع ان هذا الشخص هاكر، تعال معي شوف هذه اللقطة. هيتشوت من السطح، هو يقفز بالأم. وات ذا هيل، حرفيا لقطة ممكن تصنف كأقوى لقطات فري فاير، لكن للأسف بتأكد لنا أن هذا الشخص غير طبيعي. ننتقل للشخص اللي بعده. الشخص الثاني معنا اليوم هو بار1، واللي هو أحد أصدقاء ريوك المقربين بالمناسبة. بخليكم مع لقطات له وبعطيكم رأيي بعدها. My dick in his fucking chopper, like can see a bitch, then I might just bust on his face, yes sir. She hit black, slash she losing the 8 ball. I day jog, y'all niggas just staying in your place, yes sir. Let's text, bitch, I hate it when you call like you hard. Call him up to get you on my way, yes sir. Ain't on me when I ball on you too hard, I'm too short. Camp when I'm coming down the pain, okay, yes sir. I simulate the pussy, she have it like check stimulus. So I started rapping, I love it, the check bigger than all these other niggas, they hate, they love Twitter. In a room full of winners, I love it, it's all mirrors and take over like Castro, castrate niggas that's acting real nuts. Nigga, you can't feel us. Simply half full, doesn't matter, I will spill ya. Protection on a nigga, case you niggas start bust. Get down, that's the sound of the sirens. Now I run, I'm fucked if I'm caught by my ops, no sir. No, my bitch, I don't really like coughing, I'm black and remind me of cops, yeah I told her. Yes sir, my bitches ship shit like Bezos, but they know shipping when I want the box, yes sir. Girls love that my skin is Moreno, no bueno. Good in that ass that I bought, yes sir. Going back for a real nigga one time, only here so I can hit it like a punchline. أول شي خلونا نعرف أن هذا اللاعب لاعب بي سي، وأنها الطريقة اللي يجيبها بالهيدشوت هي طريقة معروفة عند لاعبين البي سي، طريقة عند المحترفين منهم صراحة، قد استعملها وايد في إحدى فيديوهاته، وقد استعملها يوتيوبر آخرين قبله. ورغم كل اللقطات الغريبة والعجيبة اللي جالسين نشوفها، إلا أن هذا اللاعب محترف بحت، لأنه حرفيا من أوائل لاعبين فري فاير القدماء ومن أوائل صانعين محتوى الجلد، لذلك هو إنسان تعب على حاله، ولقطاته هذه ما هي إلا احتراف، لأن هذا اللاعب قد ما كانت لقطاته خطيرة
ما حتقارن حتى باللي حتشوفونه بعد شوي. لذلك أقولها وبكل فخر إن هذا اللاعب طبيعي. وننتقل يلا للاعب الثالث. اللاعب الثالث اللي معانا هو لاعب يلقب نفسه بDMS. لاعب صراحة من أغرب اللاعبين اللي شفتهم بحياتي، لأن حرفيا من الوهلة الأولى كان لعبه طبيعي، ولدرجة حتى ما كان ودي أضيفه بالفيديو كلاعب مشكوك فيه. أوريكم لعبه الحين. لعب جميل جدا ما فيها اي مشكلة. طيب فين المشكلة يا مهدي؟ فض امنا يا اخي. بوريكم لقطة لها الحين بتخليكم تعيدون النظر شويتين. Like it or love it, it's double or nothing. You ain't getting money, then nigga you bugging. Damn ass fat, you know I'ma hug it. Lowe's by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'm a bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bustin', beat the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Hell nah bro, hell nah. لا يمكن لأي لاعب طبيعي في هذه الحياة انه يجيب لقطة مثل هذه. شفت بعض التعليقات اللي يقولون ان هالشخص اللي يطير بالهواء هو مو بهاكر، هو عبارة عن شخص يستخدم أحذية الطيران، لكن هذا حرفيا ما يغير من حقيقة ان اللقطة هذه مستحيلة. لاعب حرفيا خلاني اتشوش وانا احاول اقيمه، لكن بعد اللقطة المجنونة هذه اللي شفتها له بكل اسف اقول انه لاعب هاكر، او على الاقل كان مفعل في هذه اللقطة. خلونا ننتقل للاعب الرابع. اما اللاعب الرابع اللي معانا اليوم هو اللاعب DJXO، احد اقوى يوتيوبرز الجزائر، واشتهر بشكل سريع جدا خلال فترة زمنية قصيرة. انسان لعبه اقل ما يقال عنه انه اسطوري، وحتى اني اعرفه معرفة شخصية، لكن ما في مجاملات في هذا الفيديو يا حبيبي. بحط لكم لقطات DJXO وبعدها نقيمه. اوكي، اللحظة الحاسمة واللي الكل ينتظرها، بعيدا عن العواطف وبعيدا عن كل شيء، واقولها وبكل اسف، DJXO لاعب طبيعي يا حبيبي. وش منتظر مني اقول لك؟ يوتيوبر تعب على نفسه وحرفيا يجتهد عشان يطلع لك لقطات حلوة. فننتهي مع اللاعب الرابع بانه طبيعي، وننتقل للاعب الخامس. انا متاكد مقدما انه فيه الكثير حيتضايقون عشاني، اغلب اللاعبين اللي جبتهم هم لاعبين PC. ليه ما توعينا وتجيب لنا ناس مثلنا؟ وهذا هو المركز الخامس يا حبيبي. جبت لكم لاعب ولاعب ايفون بعد. وقف يا مهدي، لاعب ايفون ليه جالس تقيمه اصلا؟ مستحيل يكون فيه لاعب ايفون هاكر، صح ولا لا؟ لا يا حبيبي، نعم يوجد لاعب ايفون هاكر، وهذه معلومه مو الكل يعرفها. زي ما فيه روت على الاندرويد فيه جيل بريك على الايفون، ومن خلال هذا الجيل بريك يقدرون ينزلون تطبيقات خارجيه، واللي يعني فيها طبعا تطبيقات الهاكرز. بخليكم مع لقطات لهذا الشخص وخلونا نرجع بعدها. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. في داعي اسولف ولا لا؟ انا عارف كمية الناس اللي حتدافع عنه وتقول انه لاعب طبيعي، ولكن خلونا صريحين، اللاعب وبكل اسف هاكر. يمكن اكون ظلمته ويمكن لا، لهذا خانة التعليقات موجودة عشان تشاركوني ارائكم. وبالمركز السادس والاخير، الشخص اللي بيصدمكم كلكم واللي كلكم تعرفونه، وايت 444، اكثر لاعب الدنيا انقلبت عليه. سويت عليه بحوث من بداية مسيرته الى حد اللحظة هذه، بحث كامل
تفصيلي دقيق في كل الأمور اللي ما تعرفونها عنه. أشياء كثيرة وخطيرة مرة عن هذا اليوتيوبرز راح تخليك واحد من الاثنين، يا أما تتعاطف معه مرة يا أما ينزل من عينك مرة. لكن طبعا ما حيكون الكلام في الفيديو هذا، اترقبوني في فيديو آخر في المستقبل العاجل بإذن الله. وبس هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم استانستوا. لو عجبكم الفيديو خبروني بالتعليقات نسوي جزء ثاني. وكان معكم أخوكم مهدي، وأشوفكم بالفيديو القادم.